الشهيد هو القنديل الذي تستضيء به الأمة، وهو المنارة التي يهتدي بها الشعب والوطن، وهو الدرع الحامي الذي لم يبخل بروحه ودمه للدفاع عن وطنه وكلمة الحق. أسعد الله أوقاتكم مستمعي إذاعة وركيش FM في حلقة جديدة من برنامج تيريج آزادية. حلقة اليوم عن حياة الشهيد مصباح الخلف. وثيقة الشهادة. الحياة الحرة هي ثمرة إرادة الشهداء. الاسم والكنية مصباح الخلف. اسم الأب محمد. اسم الأم خالدية. مكان وتاريخ الولادة دير الزور عام 1977. مكان وتاريخ الانضمام قامشلو عام 2015. مكان وتاريخ الاستشهاد قامشلو 18 من شهر آب عام 2019. للمزيد عن مسيرة حياة الشهيد مصباح قمنا بزيارة منزله الكائن في قرية الحاتمية على طريق مدينة قامشلو، وتحدثت لإذاعة وركيش FM زوجة الشهيد مصباح مقتطفات عن مسيرة حياته ونضاله. لنتابع. أنا اسمي أحلام يوسف، زوجة الشهيد مصباح الخلف الخرابة من دير الزور. أنا من ريف الشام وهو من دير الزور، من دوار غسان عبود. وإجينا عاد لهون وتطوع هو عاد مع الأصايش له قريب 4-5 سنين، واستشهد عاد بال 2019. بداية كنا بلبنان، كنت رايحة زيارة لعند أختي وتعرفت عليه بلبنان، وبلبنان تزوجنا وكبرت علاقتنا طبعا بلبنان. وبعدين عاد رجعنا على الشام، رجعت لوحدي، وهو بعد فترة من كذا شهر إجا لعندي. كنت طبعا ولداني ابني وإجا. بعدين عاد إجينا على القامشلي، يعني إجينا من درعا لهون على القامشلي، وقعدنا فيها وسكننا إن قريب 10 سنين، عفوا 10. وقعدنا هنا، وتعرفي أجار كان يشتغل أول شيء أعمال حرة. بعدين عاد حب عاد يتطوع هو مع الأصايش. طبعا حبا منه، وقل لي أنا حبيت إن أكون عسكري، أكون مع الأصايش، وتطوعوا وضلوا يعني بالمواصلات، وضل على قريب 3 سنين تقريبا يمكن بالمواصلات. وبعدها عاد انتقل عاد على المكان اللي صار فيه التفجير. أطباعه كانت والله يعني أحكيها بصراحة كانت كثير محترم وكثير كويس معاي ومع حتى الجيران. أخلاقه مو لأنه زوجة شهيد أو إنه زوجة، لا بالعكس، كان كثير، وحتى الناس كانوا يحبوه. سكننا بقدور بيك فترة أكثر من 3 سنين سكننا فيه، كانوا الجيران كثير يحترموه ويحبوه. وحتى لما استشهد اجوا حتى لعندي لهون، يعني انزعجوا عليه، بس قلنا خلاص هاي فدا الوطن وفدا القامشلي، ونصيبه هيك انه يتوفى. علاقته كانت كثير كويسة ومحترم معي لأبعد حد. الله كان كثير محترم. يمكن بهالزمان هذا اني ما الاقي مثله جد، بصدقه بإخلاصه، محبته حتى لأولاده. كان كثير محترم وكويس. كان يشتغل شوي متقطع الشغل، كان بداية شوي الشغل صعب، كان شوي بداية الشغل صعب. وأول ما أكيد أول فرحة بولد كان كثير مبسوط. وحتى هو يعني كان بسفر وإجا من سفر بس مشان يشوفه. كان له قريب 2 شهر ابنه، يعني من لهفته عليه وهيك محبته. تعرفي أول ولد وحفيد لبيت عمي، كثير عاد انبسط وإجا. كان حتى في بعد بيناتهم، هو بمكان وهن بمكان بالدير وهو هون. كان كل يوم يتواصل معهم. بصراحة كان ما يحب يقطع حدا، لا حتى أصدقاء ولا حتى اللي بيشوفوا جافة أو شيء تلاقيه يتعامل معه غير، يقول مع الله ما يضيع شيء.
طبيعته مع الله ما يضيع شيء، خلاص اتعامل معهم بحب وإنسانية. يقول لي كل شيء يعني بعدين انه يبين، لا تخافي يعني. حتى اهله دق عليهم كثير، يعني اتصالاته معاهم دائما. مع امه كان كثير يحبها امه ويحترمها اكثر وحده، واخواته كانوا اكثر واحد طبعا اخوه الكبير كان كثير يساعده ومحترم معه، وكذلك اخواته يعني في احترام موجود بيناتهم. تعديناها والله بصعوبه. ايه تعديناها بصعوبه، كان الشغل شوي قليل، عشناها تأقلمنا مع الجو شوي. كانت مادته شوي ايه ضعيف، نروح ننتقل من بيت لبيت. يروح عاد هو يحاول انه يجيب لقمه عيشه لبيته، يجيب اموره، يضبط اموره. يقول يعني تمشي الحال، يمشي معنا بعدين. وفتتيسر بعد فتره والحمد لله مشيناها. في لو قلت لك ما اجتنا ظروف صعبه، ايه اجتني انا وياه، اجتنا ظروف صعبه. هو يتعب اكثر، هو تعرفي انه رجل البيت عليه كل الالتزامات وعليه الهموم. انا قاعده بالبيت ما يهم، بس هو يطلع يشوف، كان يشتغل، يحاول يجيب قدر الامكان يدبر وضع البيت قدر الامكان، وتساهدنا مع الامور والحمد لله. والله ما بتذكر شيء غير انه كنا كويسين مع بعض، وكان الاحترام موجود بيناتنا. هو يحترمني وانا احترمه، ما كان في يعني مثل اي رجل يضرب مرأة او اي، لا ما كان عنده هالاسلوب ابدا. كان دائما صوته هادي، كان هادي ما انه عصبي، يعني اي شغله يتعامل بها بهدوء. يعني حتى لو عصب او حتى انزعج من شيء، خاص بالبيت ينسى كل شيء وراه ويجي على البيت كانه مو صاير شيء. معاملته كانت كثير كثير، يعني قد ما اوصف لك، يعني بهالزمان كثير كويسه، معامله ولا احلى من هيك. كان بيناتنا كان في محبه، كان في ود. وكان ما يخلى الامر اذا في شويه مشاكل بكل بيت يصير، بس نتغاضاها، هو يتغاضى هالشيء بهدوء اعصابه. هدوء، عنده هدوء كان فعلا مو بالعقل، كان كثير هادي بشكل. والحمد لله ما صار في مشاكل ابدا. ما يصير، كل انسان قلت لك الا يمر بظروف صعبه. كان عنده ارجل، يحب كثير يارجل، بس بالفتره الاخيره تركها. هاي كان هوايته، كان كثير يحبها. كان شوي ظروف ما تسمح، كان ما خاص يلتزم بالبيت، بيتوتي كان. عنده شغله انه بيتوتي، هوايته بيتوتي، لا يطلع، لا عنده صداقه مثلا يطلع يلعب مثلا مثل الشباب يمضي وقت او شيء، لا كان بيتوتي، يحب البيت، يرجع من شغله على بيته، لا يطلع ولا يجي. قلت لك في التزامات بالبيت ويروح يجيبه ويجي، بس غير هيك ما كان في عنده. كان عنده شغل مثلا هوايه الدهن، كان يروح يدهن. طبعا بعد دوام احيانا صارت له فرصه يروح يدهن ويجي. عنده صارت شي شغله براني يروح يقضيها ويجي، بس اكثر من هيك ما كان في عنده له. وحتى جيرانه بيشهدوا بهالشيء يعني. تقبله الجيران كان كثير بدي اقول لك فوق الروعه، الحمد لله. كان محترم بيناتهم، كانوا كثير يحبوه، ولحد الان بيشهدوا بهالشيء. لحد الان قلت لك في مسافات بعيده يجوا لعندي وينزعجوا عليه، انه كان يقولوا لي كان ملاك، يعني شبه ملاك، يعني تصرفاته. اذا بينزعج من حدا ينسى، يعني ما يفكر انه هذا زعجني، ولا قد قال لي يوم من الايام فلان قال لي سبني او زعجني او شيء، لا والله ما كان يحكيها ابدا، خلص ينسى. والله كان يقول لي انسي خلص، معلش بي الله يحاسب الجميع، يعني في الله يطلع علينا، لا تخافي. كان في هالطبيعه كانت كثير كمان كويسه، كثير فيها الطبيعه حلوه. والجيران كانوا كثير يحترموا، حتى هون اذا سالتي نفس الحكي رح يحكوا. وقلت لك انزعجوا عليه، بس خلاص يقولوا لي شوفي شهيد، وان شاء الله عند ربه الله يتقبله، وان شاء الله من الشهداء الصالحين. ومو بس هو، كمان كل شهيد ضحى لبلده ووطنه. بداية اشتغل، قلت لك بداية كان بسوق الهال، اشتغل فترة، وبعدين بعد سوق الهال شاف الشغل قل شوي، بعدها بلش مع ناس طبعا من القامشلي بالدهان يدهن. سكننا ببيت بقدور بيك، وصاحب البيت ساعده شوي، قال له شو رايك تتوظفوا هيك؟ قال له ماشي مو مشكله بالقصايش، وحب هو انه يبادر بهالشيء. قال لي خلص بدي اتوظف
وفعلا توظف فيها. والله كان مرتاح كثير مرتاح. توظف بالمواصلات، أول ما توظف بالمواصلات له كان فيها 3 سنين تقريبا. وكان وتأقلم مع هالجو وحبه. لا هو كتومي شوي، ما كان يحكي، لا أي شغلة خلص قلت لك بالدوام ينسى، ما في شيء. بس في شغله كان يقول لي مثلا ناس محتاجه او شيء كان يساعدها، يعني بتعرفي سبة اوراق، سبة شغله هيك يساعدهم. يقول لي معلش حرام يكونوا جايين مكان بعيد، يا ريت موجودين كان بيشهدوا بهالشيء، يجوا مكان بعيد بس ما واحد للاسف يعني ما قدر هالشيء. ما انا مو مشان بس ما قدر هالشيء. كانوا من يحكي لي كذا شخص ساعدهم، كان مره صايم مثل هالوقت، والله كان صايم وطلع واتصل في واحد قال له بس شوف لي هويتي ومكاني طريق بعيد مقطوع. قال له خلص تكرم لعيوني، واخذها مشي من هون للمواصلات مشان بس يشوف له الهويه طلعت ولا لا. وراح فعلا بالحر وهو صايم. انا ما انسى هذا الموقف، كان كثير كثير حلو الموقف. واجا يا حرام تعرفي الصايم بهالوقت حار، واجا يقول لي والله ما عاد قدرت افتح عيوني، حط راسه ونام. بس جاب له اياها، قال لك ما جاب له اياها. وبعد فترة عاد استلم هويته هو، والله يسامحه ويسر له. بس هذا موقف كان كثير كثير حلو كان منه، يعني مبادر. كان يساعد. والله كان يساعد. يمكن قلت لك اذا بتروحي على المواصلات تساليهم في كذا شخص كان يساعدهم ووقف جنبهم. كان يجي قلت لك ينسى كل شيء هموم بالشغل ويجي يلاعبهم، يضحك معهم. طبعا كانت بنتي صغيرة لسه، كان ما زياد ياخذ ويعطي، معلش انا صغيره بس كان الاثنين هذول كان كثير كثير ياخذون، يروح يشتري لهم، يلاعبون، يعني يقضي الوقت الباقي الشغل شوي، يا يرتاح شوي يا يلعب الاطفال، هيك كان يمضي وقته. لا ما كناش نطلع، بتعرفي هون قرية شوي ما في طلعه لا روحه لا جي. قلت لك بس ضمن نروح مثلا عندنا شغل نروح على القامشلي بالضروره، بس يعني عندنا شيء لما اخذ ولد على الدكتور او شيء يروح يساعدني به، ما يخليني اروح لوحدي. كان يساعدني به، يقول لي اخاف يضيع، اخاف يعني واحد كان مساعد 2 افضل ما تكوني لوحدك. كان يروح معي ويساعدني. بعد المواصلات نقلوه، انتقل على يمكن على كراجات السياحي تبع عمودة. وبعدها هو حب ينتقل على هالمدرسة وانتقل فيها عاد واستشهد غادي. يمكن كان له تقريبا 6 أشهر بيها بس أو أقل، وما تممها أكثر من هيك. والحمد لله نال الشهادة. وكان كل صلاة يدعى، صدقي هاي كمان ما أنساها، كل صلاة الله ينولني الشهادة، كان كل صلاة يدعي قل يا الله تنولني الشهادة، وفعلا مثل ما أتمنى صار. وصاني على الأولاد. قبل ما يتوفى يقول لي ديري بالك على أولاد، وكان في عنده ابنه الكبير يقول لي خليه يضل عند أهلي، هي وصيته. كان بده يوديه طبعا قبل ما يستشهد، يقول هالشهر أوديه. كان له شهر ابنه بده يروح على الدير. قام هو عاد اجته المنية قبل ما يروح ابنه، اجت عاد انا وصيت بوصيته انه يروح. وصيته الثاني ان شاء الله قال لي كمان في وصية، قال لي بس ان شاء الله اهلي اذا صار عندهم رزق واعطوك اياه رزق انك تشتري براد مي وتحطيه على منطقة ما فيها مي. هاي كان وصيته مشان العالم تترحم عليه ويكون صدقة جاري له، وهاي أهم وصية كانت له، وإن شاء الله أنفذها إن شاء الله، إذا الله قدرني إني أنفذها إن شاء الله. قبل ما يروح آخر مرة أتذكر كمان هذا اليوم كان كنت عم بفرش الأرض، بحص هيك شوي تراب وأظبطها. يقول لي معلي كمليها كلها عملية مشان بس أجي أنا أمشي بيها، هيك قال لي ودع الأولاد. اخر شيء الصغير قلت له خلص روح بجوز تتاخر شوي، يقول لي لا استنيها، والله يقول لي لا استناها لا تجي. هي اخر كلمه. قام عاد شال لبنته حملها وباسها ودار ظهره ومشى، قال لنا كلنا ودعنا باي يعني مع السلامه. هي اخر لحظه كمان اتذكرها فيه. وبعدها طلع من البيت راح على الدوام، ولما راح على الدوام قالوا كان بده يروح يجيب خبزات للبيت. هو قول الهبالات أصدقاء وقالوا لي استشهد، كان بده يروح هو ورفيقه يجيبوا الخبزات على الموتور، ما أعرف كان في فان واقف عن باب المدرسة.
لما عاد اتصلوا بواحد منهم، مو هو بده يروح يشوف الفان، بس اجى قدره انه هو يروح يطلع على الفان. هو عاد فات بالفان، يقولوا دخل الفان وصار التفجير عن طريق البعد يعني. وحسبي الله ونعم الوكيل عليهم اللي حرمونا منه وحرموا اطفاله كمان هالارهابيه. ان شاء الله بيلاقوها ان شاء الله. انا استشهد اليوم، استشهد الساعه 9 تقريبا الصبح. انا خبرت بعد الظهر. كان في رفيق له حاط على الحالي، لانه كانت مقطوعه الكهرباء وقتها، كان ما في كهرباء ابدا. حاط على الحالي كان، وانا عندي كان بالبيت نت، رفيقه. شفت عاد صورته الشهيد شنها مبينه يعني مو واضحه. الشهيد البطل مصباح، ساعتها عرفت انه استشهد، لانه كمان صوت الانفجار وصل لهنا، صوت شوي ضعيف كان بس وصل لهون وحسيت بيه وانا قاعده هون لسه بالغرفه. ساعتها عاد قلت، طلعت قلت ما بعرف، حسيت كانه صار في شيء وقتها، بس عم بطلع على الحالات قلت لك مقطوع الكهرباء وبينت معي مو واضحه الصوره. الشهيد البطل مصباح الخلف. مراسمه صارت بالقامشلة. أخذونا من هون، طلعنا أنا وأهله، كانوا هون أهله طبعا قبل بيوم ما إجوا، ما غدروا من تعرفي سفروا، ثاني يوم إجوا وحضروا المراسم. بس ما خلونا نشوفه، قال ممنوع انكم تشوفوه. ما شفناه وقتها. ورحنا على المشفى، طلعناه من المشفى بالمراسم ورحنا عاد ودفناه. كانت مراسم كثير كثير حلوة. كان الله يرحمه، ما أقول غير هيك، وإن شاء الله يتقبل. أنا برفع راسي، أنا وأولادي أرفع راسي إنه كان عمل بطولي له، إنه ما يتضرر حدا غيره، لأنه كان وقتها ممكن تنضر المدرسة أو اللي كانوا فيها، ممكن حدا بالشارع، كان سبحان الله إجت فيه يعني، إنه ضحى بحياته كرمال الشعب وقامشلي المحبة. وفعلا احنا حبينا هالقامشلي وتعايشنا بيها انا وهو، بس ما له قدر ونصيب غير انه نقول الله يرحمه وان شاء الله يتقبل جميع الشهداء اللي ضحوا بدمهم كرمال القامشلي والوطن. الحمد لله، الحمد لله، ما اقول غير الحمد لله، نشكر الله. في ختام الحلقة مستمعينا نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.